مساء الخير على جمهور الأهلي العظيم. نقطة سريعة كده بخصوص موضوع الضرايب. أنا شغال في شركة أمريكية، وجزء من شغلنا إن إحنا بنحسب الضرايب وبنسلم ال الاستمارات اللي هي بيتم ملئها من قبل الأفراد عشان يقدموا الإقرار الضريبي بتاعهم. طيب، خليني أوضح جزئية الأول. في على المستوى الفردي في حاجة اسمها State Tax Form وفي Federal Form. تمام؟ يبقى في State Form للضرايب وفي Federal Form. ايه الستيت دي اللي بتبقى ضريبة الولاية اللي يعيش فيها الشخص، والفيدرال تاكس ده اللي هو بيبقى الضريبة المعممة من قبل الدولة على كل الناس. ففي بعض الولايات في أمريكا بيبقى ليها ضريبة خاصة بيها خلاف ضريبة الدولة، وفي بعض الولايات ما فيهاش. فيما معناه إنه لو أنا مثلا أنا النهاردة رحت اشتغلت في ولاية بتفرض عليا ضريبة للولاية نفسها بخلاف ضريبة الدولة، فأنا بعمل 2 تاكس فورم للضريبة وللولاية، وبحدد الرقم اللي يتخصم مني كل اسبوع او كل شهر او بحاسب اخر السنة. لان ده متاح في امريكا ان انت تقدر لو حابب يتخصم منك كل اسبوع او كل شهر، او بتختار ان انت لا، انت ما تخصمش مني حاجة واخر السنة انا هروح اقدم اقرار ضريبي وحاسب الولاية وحاسب الدولة على الفلوس اللي دخلت لي طول الفترة دي. طيب، لو انا شغال في ولاية بتفرض الضريبتين وجيت خدت بعضي ورحت ولاية تانية ما عليهاش ما بتفرضش عليها ضرايب للولاية نفسها، بعمل ايه؟ بطلب استمارة جديدة للضريبة، بملاها، بحط مكاني او عنواني الدائم ان انا غيرت من الولاية دي للولاية دي، فبالتالي بيتخصم مني ضريبة الدولة فقط. هتقول لي يا عم صدعتنا ودوشتنا، طب ايه علاقة ده بالاهلي؟ هقول لك ايه علاقته بالاهلي. العلاقة بالاهلي لان الاهلي هيلعب في اكتر من ولاية، فكل ولاية من دول فيها اللي هتفرض ضريبة الولاية نفسها بخلاف ضريبة الدولة، وفي اللي هيبقى ما فيهاش ضريبة للولاية ولكن في للدولة فقط. ففي كلا الحالات، في كل الحالات، في اي حالة من اللي اتطرح ده كله، الملخص المفيد ان الاهلي هيدفع ضريبة، لكن اللي هيشفع في الموضوع انه عشان منظمة غير ربحية ونادي يعتبر ملك الدولة وليس ملك افراد وليس نادي مستثمر، فالضريبة اللي هتتخصم هتبقى نسبة قليلة جدا، تقريبا لا تتعدى 9 أو 10%. لكن اكيد طبعا الاهلي محتاج، واظن ان هو تم بالفعل التواصل مع خبير ضرائب امريكي، لان هو هيحتاج يشتغل على الكلام ده ويقدم اوراق ويقدم مستندات بحيث ان الاهلي يتم استقطاع اقل نسبة منه. الكلام اللي طلع ان الاهلي معفى ومش هيدفع ضرائب، انا بقول لحضراتكم لا، مش هيحصل، الاهلي هيدفع ضرائب. شكرا.